السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهدت وسمعت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة من يومين. شد انتباهي في كلمة سيدة الرئيس السيسي عندما قال في احتفالية هنعملها في العريش ورفح والشيخ زويد، وأيضا عندما قال مفيش أرض فيك يا مصر حد هياخدها مننا أو يسيطر عليها. فالكلام ده يعني يشعر بالقلق إلى حد ما. فذهبت إلى أناس أثق في وطنيتهم لمصر وتحليلهم السياسي الثاقب لما هو يحدث ولما هو سوف يحدث، فأدركت أن إسرائيل لها خطة شيطانية خبيثة لمحو فلسطين والفلسطينيين. في البداية محو دولة فلسطين من على خريطة العالم، وده كان تمهيد لما هو قادم. طيب ما هو الذي قادم؟ اشتعال الشارع المصري من الخونة والمغيبين ضد ارتفاع الأسعار والمظاهرات والتجمعات للهدم والتدمير والفوضى. فتنشغل القيادة السياسية والدولة والجيش والشرطة فيما يحدث داخل مصر، فتقوم إسرائيل بضرب قطاع غزة بالأسلحة الثقيلة، فتحدث عملية نزح من الشعب الفلسطيني إلى الجنوب فيدخلوا إلى سيناء، وتخلو غزة ودولة فلسطين من الفلسطينيين ومن المقاومة الفلسطينية، فتحول دولة فلسطين إلى دولة خالية من الفلسطينيين ولا يسكنها إلا اليهود والإسرائيليين، فتصبح الدولة الفلسطينية دولة يهودية إسرائيلية متكاملة الأركان من جميع الاتجاهات، شرق وغرب شمال جنوب. ويضيع المسجد الأقصى بعد أن تستولى عليه إسرائيل، وفي هذه اللحظة هي حرة تفعل ما تشاء في المسجد الأقصى، تهدمه، تحوله إلى معبد يهود إسرائيلي أو ملتقى للمثليين عندهم، أو حتى تحوله إلى ساحة لتبول الشعب الإسرائيلي فيه، ويصبح الفلسطينيين لاجئين داخل مصر وليس لهم وطن، وتموت فلسطين والقضية الفلسطينية من الأذهان مع مرور الزمان مثلما أخفوها من على خريطة العالم. فنحن كشعب مصر لدينا قيادة سياسية ورجال يعلمون كل هذه المخططات، وهم جاهزين بفضل الله للرد على هذه المخططات الشيطانية بإذن الله. طيب مطلوب منا إحنا إيه كشعب مصر؟ نعمل إيه؟ مطلوب مننا نتحول إلى جنود الله في أرض الله حتى لا تختفي فلسطين ولا يهدم المسجد الأقصى، ولا نكون خنجر تطعن به أمريكا وإسرائيل ظهر الدولة المصرية أو الدولة الفلسطينية. نلتف خلف القيادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، نلتف حول بلدنا حتى نحميها ولا نفرط فيها، نقف ضد الخونة والمضللين الذين يقولون لنا الأسعار غالية في مصر، ونقول لهم الأسعار غالية في العالم كله، وأمريكا هي التي افتعلت هذه الأزمة الاقتصادية في العالم كله لتنال من مصر وتعطي فلسطين هدية لإسرائيل، ويحتلوا سيناء والعريش والسويس. حفظ الله مصر وجيش مصر وشرطة مصر ورجال مصر الأبطال.